النهارده هنحضر غدا صحي شويه ما فيهوش اي نسبه دهون خالص. تعالوا بقى بينا شوفوا هنعمل ايه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه طبعا عشان الفراخ يبقى لها طعم حلو بحب ادعكها ببصله مدعوكه بملح وفلفل اسود، تمام، وبسيبها في التتبيله دي كده نص ساعه. بعد كده بكون مجهزه الميه السخنه، بيبقى فيها بصل وطماطم وجزر وورق لورا وحبهان، وكمان حطيت مستكه بما اني مش هشوحها. بعد كده حطيت بهارات فراخ وحطيت كزبره ناشفه وهسيبها بقى تستوي براحتها، واول ما تبدا انها تخش في السويه هحط لها الملح. تاني حاجة هنا برضو هعملها صحية وهي الملوخية. معايا هعمل الملوخية. جبت الأول التومة وحطيت عليها كزبرة ودقتهم. دي الشوربة بتاعة الفراخ كانت استوت خلاص. هحط فيها التومة تمام بالكزبرة وهسيبهم يستووا شوية مع بعض، وهحط فيهم واحدة مرقة دجاج. ومرقة الدجاج دي اختياري، تمام. بعد كده هحط كيس الملوخية، ده كيس ملوخية جاهزة، وهسيبهم بقى مع بعض كده يغلوا. وكده الملوخية معايا خلاص خلصت، هي دي كده الملوخية. اول ما هتغلي هطفي عليها. طعم الاكل فيه تغير، فيه تغير بس بسيط مش قوي يعني. دلوقتي هنعمل الرز البسمتي الاصفر. طبعا الرز ده انا كنت نقعاه، حطيت فيه ورق لورا وحبهان وبهارات فراخ وكاري وكركم، بس شويه صغننين وشويه صغننين يعني. وبعد كده حطيت المعيار بتاعه بميه سخنه، تمام، وهقلبه وهسيبه يستوي براحته على نار هاديه خالص. الفراخ طبعا مش هنحمرها في الزيت للاسف يعني فهحطها في الفرن كده على طول تحت الشوايه. حطيت لها ملح وبهارات فراخ وبابريكا وكزبره ناشفه، تمام. الاكل كده خلاص كله استوى وغرفنا. عايزه اقول لكم ان الاكل طعمه حلو، بس هو طبعا مش زي ما يكون معمول بالسمنه البلدي والحاجات الانهيلسي طبعا. بس والله زي ما قلت لكم طعمه زي السكر وعسل كده. بس كده الاكل خلص النهارده. واهم حاجه بقى ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني منوعات ساره جمال. ولو عايزين حاجات تانية صحيه اكتبوا لي في الكومنتات. باي باي حلوين. باي.